هذه هي الطفلة المقتولة، عمرها 4 سنوات. أمها هرعت بها إلى المستشفى، الجميع حاول إنقاذها لكن دون جدوى، أعلنوها متوفاة. الأم مدمرة، لم تعرف ما الذي حل بابنتها. تذكرت أنها أعطتها لقاحا قبل يوم واحد. أوقفت القوى الأمنية الطبيب الذي أعطاها اللقاح للتحقيق، ولكن لم يكن هناك ما يثير الريبة. وفجأة يأتي تقرير الطبيب الشرعي ليكشف أن الطفلة توفيت خنقا وليس لأسباب طبيعية. تذكرت الأم أن لديهم كاميرات منزلية داخل الغرف. هرع أهل سيلين لمشاهدة ما حصل لابنتهم. شاهدوا الطفلة تدخل غرفتها ثم انقطع التسجيل، وعندما عاد كانت الطفلة بلا روح. توجهت الأنظار نحو الخادمة التي ادعت أن هناك عملية سطو وأنها رأت خيال شخص يهرب من الشرفة، لكن في الحقيقة لم يكن في المنزل سوى الأم والخادمة. استجوبت القوى الأمنية الخادمة، وكانت الصدمة، فقد تبين أن أهل سيلين وقبل أيام قليلة أبلغوها بنيتهم إنهاء عملها لديهم، وأنهم ينوون إرسالها إلى بلادها. الأمر لم يرق للعاملة، وفي يوم الجريمة كانت الخادمة تحضر أمتعتها استعدادا للسفر. قامت بإطفاء الكاميرات وغافلت الأم التي كانت في الطابق السفلي من المنزل. دخلت غرفة الأهل وسرقت بعض مجوهرات الأم، لكن الطفلة شاهدتها فصرخت وركضت لتخبر أمها عمن رأته، غير أن العاملة عاجلتها، وضعت يدها على فمها وخنقتها. وعندما توقفت الصغيرة عن الحراك أعادتها إلى سريرها، ثم أعادت تشغيل الكاميرات، وأبلغت الأم أن ابنتها لا تتحرك. الخادمة لم تغادر لبنان، بل هي اليوم قابعة في السجن تقضي حكما طويلا، لكن كل ذلك لن يسكت جراح أهل سيلين.